بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أقف متسائلا بحسرة في هذا الموقف أمام ما يجري في سوريا من اقتتال داخلي وتناحر وانزلاق وخيم في أخطار الحرب الأهلية وتنابذ المذاهب، فكم من صغير يقتل وكبير يهجر وبطل يستشهد. وهل قدر لأمتنا بأحرارها ومقاوميها منذ عشرات السنين أن ترزح دائما تحت وطأة التنازع والاقتتال الداخلي، أو أن تسقط في شرك الفتة البغيضة كأنها لتكفي عدونا الصهيوني مؤونة الخوف من وحدة الأمة التي انطلق منها صلاح الدين لتحرير القدس في ميدان القتال الحقيقي. من موقعنا الوطني نرفع الصوت محذرين لأبنائنا من الوقوع في هذا التنابذ الطائفي، متفهمين بعقولهم الرجيحة وقلوبهم الشجاعة منزلقات الوضع الخطير الذي يعصف ببلدهم. دعاؤنا أن تتجاوز سوريا محنتها وأن تصل إلى نهايات سريعة توقف النزيف الحاصل فيها بشرا وحجرا وتعطي لشعبها أملا بغد ديمقراطي آمن. نتقدم من أهل الفقيد بأحر التعازي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.